تخيل إن في يوم من الأيام فرعون قام الصبح وقال لشعب مصر: انسوا كل الآلهة اللي بتعبدوها، من النهاردة في إله واحد بس. عارف إيه اللي حصل ببساطة؟ البلد كلها اتقلبت. القصة دي عن الملك أخناتون، واحد من أغرب وأجرأ الملوك اللي حكموا مصر القديمة. اسمه الأصلي كان أمنحتب الرابع، وابن الملك أمنحتب الثالث. بس بعد ما مسك الحكم عمل حاجة محدش في مصر كان يجرؤ يعملها. قرر يغير ديانة مصر كلها، وقال إن فيه إله واحد بس اسمه أتون، وهو إله الشمس اللي بينور العالم، وقال إن كل الناس لازم تعبده. الكهنة وقتها اتجننوا لأنهم كانوا أصحاب نفوذ كبير وكانوا بيكسبوا من عبادة الإله أمون وباقي الآلهة. لكن أخناتون ما خافش وساب العاصمة طيبة وبنى مدينة جديدة سماها أخيتاتون، يعني أفق أتون، واللي النهاردة هي منطقة تل العمارنة. وفي المدينة دي عاش هو ومراته الجميلة نفرتيتي، واللي كانت بتدعمه في فكرته الجديدة. لكن رغم نواياه، التغيير الكبير ده عمل فوضى في البلد. الناس كلها كانت محتارة، والزراعة والاقتصاد ضعفوا، والكهنة بدأوا يخططوا لاسترجاع نفوذهم. وبعد موت أخناتون كل حاجة اتشالت، اسمه اتشطب من الجدران وتماثيله اتكسرت، والبلد رجعت تعبد آمون من تاني كأن أخناتون ما كانش موجود. بس التاريخ ما بينساش، وأخناتون لحد النهاردة بيعتبروه المؤرخين أول حد في التاريخ نادى بالتوحيد.